بصوا يا جماعه عشان دي سخنه. بصوا الجمال، بصوا الجمال. شايفين المطه قد ايه؟ شايفين المطه قد ايه؟ شايفين المطه قد ايه؟ هطلع لفين تاني؟ هطلع لفين تاني؟ بصوا الجمال، بصوا الجمال. تحفه 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 تحفه. بصوا التحفه تحفه تحفه تحفه. انا دي عشان خاطر كانت بارده شويه، عشان الجبنه كانت ماسكه شويه. دي بقى لسه طالعه من الفرن. بصوا الجمال. عايزه اوريكم برده ايه السوا بتاعها عامل ازاي. بصوا السوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا السوا عامله ازاي من ورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا اجمل اخوات؟ وحشتوني كتير كتير. وجايه لكم النهارده في فيديو حلو قوي لذيذ كده، وهنعمل حاجه حلوه قوي وثمنها غالي جدا، والاولاد طبعا بيحبوها جدا جدا جدا. وهي مقاديرها صدق وخضار وفلفل وطماطم وبصل ودقيق، وداخلين في معجنات يعني. يلا بينا نصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. لسه مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك ونضغط لايك ونعمل كومنت حلو اعرف رايكم. جبنا يا جماعه دلوقتي كيلو دقيق. هعمل بقى وصفه تحفه تحفه، وتمنها غالي جدا 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 جدا. وهعمل كميه يعني كميه كبيره جدا جدا يعني. هعمل ايه؟ اول حاجه هجيب كيلو دقيق. هنخل بقى كيلو الدقيق ده كله. اي معجنات اي حاجه داخلها دي لازم تتنخل، لازم تتنخل. مصفى عندك صغيره يكون اخرامها الصغيره، منخل، اي حاجه لازم تنخلي الدقيق عشان لو في اي حاجه تنزل معاكي. دي كيلو دقيق، كل ده دقيق متعدد الاستخدامات. انا جربته قبل كده وكان حلو جدا. جربته الصراحه في كيكه كان حلو قوي، وجربته كمان في المعجنات في القرص والحاجات دي كانت حلوه جدا جدا. كده نخلنا الدقيق بتاعنا. نشيل بس الزوايد دي كلها عشان نبقى نشتغل في مكان ايه نضيف. نركن ده كده على جنب. نجيب معلقه كوبايه ستانلس او اي كوبايه يعني، عامه مش لازم ستانلس. هنضيف فيها معلقه سكر كبيره، معلقتين سكر، كيس خميره فوريه، وهضيف عليها ميه فاتره. مش هرفعها قوي بالميه عشان خاطر الميه لما هي تيجي تخمر يعني ما تخرش وتبهدل الدنيا. وانا طبعا هعمل ميه دافيه تانية عشان العجين، عشان احنا في شتاء لازم الميه بتاعت اي معجنات تبقى دافيه عشان خاطر بسم الله ما شاء الله هي بدات تفور معايا اهي. نقلب كده. نغطيها باي حاجه، طبق صغير او اي حاجه مش كده على جنب. نجيب بقى الدقيق بتاعنا هننزل عليه. كيس لبن بودره، عادي معلقه كبيره من اللبن البودره، وكمان معلقه كبيره زبديه زي ما شايفينها، وهنزل عليها. شوف بس الحاجات دي كده ممكن نقص كده عشان دي حاجه وحشه. رشه ملح،
وابتدي اقلب بقى. هي معلقه واحده من اللبن البودره دي اختياري وليس اساسيه، بس بتخلي العجينه بتاعتي حلوه قوي 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 قوي. كمان هجيب بقى الميه اللي بتسخن، هضيف معاكم معلقه صغير بيكنج باودر، معلقه صغيره بس، بتدي هشاشان للعجينه تحفه تحفه تحفه، وبتبقى هشه وطريه وبتبقى جميله قوي. احنا طبعا قبل ما هنزود الميه لازم نضيف الخميره، بس الخميره ما شاء الله بدات تفور هي وتعمل فقاعات اهي قدامنا. تمام كده هنزل بيها. تمام اقلب بقى. هنزل تاني. لازم اخليها فتره يعني ما تبقاش سخنه، عشان خاطر لما تبقى الميه سخنه وتحطيها على العجينه بتبوظ العجينه، بتخليش العجينه معاكي تنشف. بصوا بقى هشتغل بايديا، لازم بقى اعجن العجينه دي بايديا، مش هينفع بالمعلقه ولا هينفع بالمضرب ولا هينفع باي حاجه، لازم الم الدقيق كله. متسرحيش بقى معايا في الفيديو، وصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، ولسه مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك، ونضغط لايك ونعمل كومنت حلو اعرف رايكم ايه. هنلم بقى العجينه وارجع لكم تاني. بصوا كده انا لميتها. هجيب بقى ايه بمعادن نص كوبايه من الزيت، ودي نص كوبايه من الزيت، اخر حبه زيت كانوا عندي، نص كوبايه كده زيت. هعمل ايه بقى؟ هشرب بقى العجينه بتاعتي في الزيت. اتفرج بقى على الجمال. هنغطيها ولمده ساعه، عشان احنا طبعا في وقت ساقعه لمده ساعه، وهوريها لكم بقى بعد ما نخمرها. تكون احنا بقى ايه عملنا ده على النار في طاسه ما فيهاش اي حاجه، حطيناه شلنا الماده الدهنيه اللي فيه وشوحناه مش اكتر من كده، وكنا قطعنا كمان ايه الخضار، وتبقى العجينه بتاعتي خمرت. ويلا مع بعض نعمل احلى بيتزا ممكن تاكلها في حياتك. طبعا بقى مع بعض كده نقطع بقى الخضار اللي هنعمل بيه البيتزا بتاعتنا. قطعي الخضار رفيع خالص، عشان خاطر لو اطفالك ما بيحبوهوش او ما بيحبوش الطماطم او الفلفل في البيتزا هياكلوها. لما تكون رفيعه جدا ما بيحسوش ان هم بياكلوا خضار في البيتزا كده. تحفه يا جماعه. انا اطلب البيتزا الواحده يقول لي والتقطيعه دي بتبقى بتخلي شكل البيتزا حلو قوي قوي. احنا قطعنا كام طماطم كده، 4 حبات، وهنقطع برضو 4 حبات من الفلفل. بس البصل مش هنقطعه دلوقتي خالص، عشان خاطر البصل ممكن يصنن معايا، فانا انا بقى بقطعه ساعة خلاص ما الخميره خلاص العجينه بتاعتي خمرت وتمام وخلاص هقطعها. ببتدي بقى وانا بجهز خلاص واحط الخضار وبجهز البيتزا قبل ما ادخلها الفرن، بقطع البصل عشان خاطر يبقى فريش معايا كده ويبقى حلو. بس اخلص كده. بصوا المكونات كلها مع بعض كده انا قطعت الخضار ده كمان سبايسي هقطعه بس لوحده كده، عشان طبعا هما مش بيحبوا سبايسي. انا ممكن اعمل واحده سبايسي كده على جنب. بس كده خليها على جنب اهو.
بتاعنا الخضار. هخليه بقى كده، نشيل الحاجات اللي احنا الزوايد كلها. ودي لو احتاجناهم هناخدهم، ما احتاجنالهمش تمام. هنعمل بقى ايه؟ هنعمل ده عبارة عن ايه؟ هنحط الطاسة وهنحطه وهنوطي عليه شوية وهنسيبه، مش هنعمل فيه اي حاجة غير كده. هيتحط على الطاسة على البوتاجاز وهنوطي عليه شوية، ينزل كل الدهون اللي فيها، نروح دلقينها نقطة زيت نضيف من عندنا، هنشوحها وهوريكم الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي. الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصوا الجمال العجينه، بصوا التحفه، بصوا ما شاء الله ما شاء الله. اي حد مضايقك في الخطوه دي حطها في دماغك كده، انا في 3 بص نفسي اديهم كل واحد واحده زي دي كده. ما شاء الله ما شاء الله. طلع بقى الهوا منه، بصوا ما شاء الله شويه منه ما شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فرغنا الهوا. هنقطعها بقى ونرجع لكم تاني. هنقطعها تقطيعه بقى اللي هي على قد الصينيه بالظبط. بصوا جمال العجينه اصلا، بصوا الجمال. هي دي كويسه العجينه دي، هتطلع ده حجم كبير كمان. نقطع حجم قليل. بصوا كده. هنقسم دي 2، هنعمل ايه؟ خمسة بيتزا ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصوا يا جماعة، هنحط بقى دي هنا عشان دي حجمها اقل حجم، نزودها. بصوا العجينة وجمالها، اقسم بالله عجينة تتاكل نية. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا الجمال، مرتاحة وخمرانة ما شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنغطيها تمام. هنرفع كده. هنجيب بقى ايه؟ دقيق. حبة بقى دقيق كده. هننزل باللي بعديها ان شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصوا الجمال، عجينة يا جماعة اقسم بالله تتاكل نية، تحفة 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 تحفة. نحط بس حبة دقيق شوية كده عشان خاطر ايه؟ تلف معايا. لو متوفر معايا اللي هي الفرادة بتاعت العجانة كانت انجزت معايا في الوقت، عشان هي دلوقتي مش متوفرة فانا بفرد بايديا. فبرضه بتتفرد ما شاء الله عشان هي خمرانة وحلوة، فبتفرد يعني مش من النوع اللي هي مش بتفرد، لا بتفرد معايا ومتاخدش معايا وقت. هنعمل 5 بيتزات يا جماعة، 5 بيتزات ب8 بيتزاية واحدة بس. كده احنا فردناها. ناخد بس من الدقيق كده، ناخد من الدقيق، نجيب صينية نحطها. دي كده تاني صينية. طبعا بابريكا دي اساسية، هي مش كتير بهاراتها والله، ما هيش كتير يعني. كزبرة، حبة توم باودر، معلقة كده من التوم الباودر اللي بايديا.
متبله ومبهره. هنشيل بقى البهارات بتاعتنا دي، ملح كده. البيتزا بتاعت الصلصه بتاعتنا بتاعت البيتزا جاهزه. في ناس بتحط عليها روزماري بس انا ولادي مش بيحبوها بالروزماري. ننضف بس شويه كده ونحطوها هنا. دي الجبنه موزاريلا تحفه، النوع ده حلو قوي 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 يعني ممتاز. نجيب اول صينيه بقى عملناها بدأنا بيها ان شاء الله. بصوا قلتلكوا هتعلى تاني. بصوا يا جماعه لازم نعملها كده بالشوكه عشان خاطر ما تتنفش زي العيش، عشان احنا مش بنعمل عيش، احنا بنعمل. كنت بدور على الفرشه اللي هحط بيها البيتزا بتاعت الصلصه، صلصه البيتزا. نحط الصلصه بتاعتنا. بدعي بقى، بصي شوفي ايه اللي عندك في التلاجة وطلعي وما تستخسريش يعني. بدعي عندك ميكس جبن حطي، عندك مشروم حطي، شوفي ايه المتوفر عندك في التلاجة وحطي، وبدعي هتطلعي من تحت ايديكي احلى بيتزا ممكن ولادك ياكلوها من ايدك. طبعا احسن من بره. صينيه البيتزا بالحجم ده بره ب 350 جنيه. يعني هنقول ايه تاني؟ مفيش كلام تاني ايه يتقال. هننزل فلفل، طماطم، بصل، حبة بصل كده تحفة. ننزل بالسجق، كده هنزل بالجبنة. الجبنة دي خطيرة 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 خطيرة، حلوة قوي. عايزة طبقة الجبنة تبقى شادة معاكي وبتمط كده، كتري على قد ما تقدري من الجبنة، غطيها كويس جدا بالجبنة. غديم الحاجة هتلاقيها ايه معاكي تحفة. كده اول صينية خلصناها، هندخلها الفرن ونكمل بقية الصواني. بس هناخد الصينية اللي احنا عملناها بعديها ان شاء الله. بس ما شاء الله ما شاء الله خمرانة يعني. طبعا احنا هنعمل ايه زي ما قلت لكم، هنفضل نخرم كده عشان ما تترفعش معايا زيها زي العيش. دي بيتزا كده. هننزل بالصلصة، نوزع بقى البيتزا الصلصة بتاعتنا زي ما انتم شايفين. نوزع الفلفل،
دي داخلها سبايسي، بس انا هشيل بقى الفلفل السبايسي منها عشان اخليها لوحدها. الطماطم حبة بصل، اقسم بالله البصل ده اللي بيخلي البيتزا في حتة تانية خالص. انا بعشقها بالبصل. اللي مش حابب يحط على البيتزا بصل دي حرية شخصية، ما يحطش. طبعا انا ما كانش متوفر عندي زيتون فما عملتهاش بالزيتون، فلما متوفر عندك زيتون ضيفي هيبقى تحفة وخطير. انا كان متوفر عندي السجق، انا ما جبتش تقريبا حاجه من بره غير الدقيق. بس فكل حاجه كانت متوفره عندي في البيت. هنزل بقى بالجبنه. طبعا عندنا بقيت كيس الجبنه عشان هي متلجه. نفكها بس شويه. كده حبه حلوين. طبعا احنا مشغلين الفرن. بصوا احنا كده خلصنا اول صينيتين وهندخلهم بقى الفرن وهنخلص الكميه الباقيه وهنرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اول صينيه طلعت من الفرن اهي، بوريها لكم. بصوا الجمال. بصوا انا عمري ما هعرف اقطعها وهي سخنه جدا كده. نسيبها بس تبرد شويه صغيرين وهقطعها قدامكم واوريكم بقى شكل العجينه عامله ازاي، طعم البيتزا، مكوناتها، الجبنه اللي فيها عامله ازاي. بص كل حاجه كل حاجه هوريها لكم بس تبرد شويه، وهكون خلصت كل بقى سوا كل الكميه التانية، وهوريكم بقى كل الكميه كلها لما تطلع مره واحده من الفرن. بصوا الجمال، بصوا البيتزا عامله ازاي. بصوا يا جماعه، بصوا التحفه، اقسم بالله تحفه. عشان اجيب بيتزا بالحجم ده من بره لا تقل عن 350 جنيه. انا عملت خمس بيتزات والله العظيم ما كلفوني يعني ربع اللي انا هجيبه من بره، لان انا كان عندي السجق في البيت وكان عندي الجبنه وما جبتش الا دي بس من بره، وكانت الصلصه متوفره في البيت. يعني انت لو هتعملي البيتزا بمكونات البيتزا في البيت هتلاقي عندك مكونات اساسيه، ولو انت هتحتاجي تشتري حاجات اضافيه من بره هتشتري. بس مش هيبقى حاجات كتير. وهتعملي احلى بيتزا تدلعي بيها البيت كله. وهخلص بقى الكميه بتاعتي كلها واوريها لكم شكلها عامل ازاي. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عملت البيتزا سويت 4 صواني، وكمان لسه في صينيه هيت، يعني دي الصينيه الخامسه. هندخلها دلوقتي الفرن. طلعت الاربع صواني خلصتهم، هنفتح مع بعض واحده وهنخلص دي كمان هندخلها برضو الفرن. دي مثلا دي بقى سخنه، هتلاقوا جبنه ايه زي المعلقه عشان خاطر اعرف اطلعها. حد شايفها؟ تمام. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تحفه. يعني انا وريت لكم اللي هي بارده شويه، بس هطلعها واوريها لكم عامله ازاي. بصوا يا جماعه عشان دي سخنه. بصوا الجمال، بصوا الجمال. شايفين المطه قد ايه، شايفين المطه قد ايه، شايفين المطه قد ايه. هطلع لفين تاني، هطلع لفين تاني. بصوا الجمال، بصوا الجمال.
تحفه 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 تحفه. بصوا التحفه تحفه تحفه تحفه. انا دي عشان خاطر كانت بارده شويه، عشان الجبنه كانت ماسكه شويه. دي بقى لسه طالعه من الفرن. بصوا الجمال. عايزه اوريكم برده ايه السوا بتاعها عامل ازاي. بصوا 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 السوا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا السوا عامله ازاي من ورا. بصوا الجمال. بصوا البيتزا دوقها لسولي بتاع سولي. بصوا المطه. يا جماله يا جماله. ايه رايك؟ حلو قوي. ايه رايك؟ حلو حلوه؟ قوي. يعني ماما بتاعت ماما احلى ولا بتاعت المحلات احلى؟ ماما. بس يا جماعه عملت الكميه دي كلها يعني من حاجات بسيطه جدا جدا جدا. يعني هتجيبي تكلفتها بتاعت 150 جنيه غير لو عندك لحوم او جبن في التلاجة. هتطلعي 5 حجم بيتزا عائلي تحفه تحفه تحفه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعه الكامله مع لايك. ويلا باي باي.